ها أدمن عزائي قولوا. ها عند الشيعة. هسه تعالوا معنا إلى أهم كتاب من كتب مدرسة أهل البيت. يا كتاب مولانا، احنا في العقائد أهم كتاب عندنا من الصدر الأول من عصر الغيبة الصغرى. يا كتاب مولانا. ها شنو في عصر الغيبة الصغرى أهم كتاب حديثي؟ يا كتاب مولانا. قل كافي مولانا بعد، ما يريد له بعد. احنا عندنا أهم من كتاب الكافي بعد. إذا عندكم مولانا دلونا في العقائد كتاب أهم من كتاب ماذا؟ من كتاب أصول الكافي. ما عندنا كتاب أهم وأوثق وأصح وأكثر اطمئنانا من كتاب ماذا؟ من كتاب أصول الكافي. إذا عندكم مولانا دلونا عليه مولانا. هذا الرجل أعزائي، خلوا ذهنكم يمي، خلي ذهنكم يمي. في الباب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم، الحديث الأول ثاني ثالث أعزائي رابع، اللي بعد هاي مالت اللوحة مالت الزهراء وأسماء الأئمة وبالعرش، هاي كلها وين موجودة؟ ها في هذا الباب. الثالث الرابع، بعد عندكم الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر الحادي عشر إلى 20 رواية مولانا. يعني يبدأ أعزائي من هذا الرقم إلى من 1388 إلى 1400 وماذا 7. هسه انظروا إلى المنهج السندي، يعني منهج سيدنا الأستاذ السيد الخوئي. جي تعالوا معنا ونذهب إلى من؟ نذهب إلى مرآة العقول. مرآة العقول لمن؟ للعلامة المجلسي. تعالوا معنا أعزائي إلى الروايات. يقول بأنه أعزائي، خلي ذهنك يا أمي، اكتب من الآن، اكتب من الآن. الرواية الأولى يقول صحيح، خلي ذهنك يا أمي. الرواية الأولى يقول صحيح. الرواية الثانية أعزائي يقول صحيح بل سند آخر. الرواية الثانية هاي الحيرة مو مالت الإمامة، إذن إن مجموعة 19 يصير مو 20. هاي الثانية الإشارة إلى الحيرة مو شيء آخر. التفت جيدا. الرواية الثالثة ضعيف، إذن إحنا إلى الآن عندنا فد رواية شنو؟ صحيحة. الحديث الثالث ضعيف. الحديث الرابع أعزائي، الحديث الرابع مختلف فيه. الحديث الخامس ضعيف. الحديث السادس مجهول. الحديث السابع كالسابق، يعني شنو؟ مجهول. الحديث الثامن يقول فيه السندان، واحد صحيح واحد شنو؟ ضعيف. هذا الحديث الثاني، هذا صار عندك هسه الآن شنو؟ حديثين. الحديث التاسع ضعيف. الحديث العاشر مجهول. الحادي عشر ضعيف على المشهور. الثاني عشر سابق ضعيف على المشهور. الثالث عشر كالسابق. الرابع عشر مجهول. الخامس عشر حسن. إذن الآن عندك صار 2 صحيح وشنو؟ فد حسن. الحديث السادس عشر ضعيف. الحديث السابع عشر ضعيف. الحديث الثامن عشر مرفوع. الحديث التاسع عشر ضعيف. 20 مجهول. يعني ايش قد صار المولانا عندنا؟ 2.5. أحسنتم جزاك الله خير. أحسنتم جزاك. بينك وبين الله، إذا واحد الآن أنتم طلبة فضلاء وأساتذة في الحوزة، إجا واحد قال بابا عقيدتكم أن هؤلاء هم مصاديق قوله الخلفاء من بعدي 12، هل دليلكم على النص قطعي أو ظني؟ شو تقدر تجاوب؟ روايتين يورث القطع أو لا يورث القطع مولانا؟ يورث أو لا يورث؟ ها؟
هذا مضافا أنه في سند هذني موجود البرقي اللي احنا كم شنو ها أمامكم. هاليوم إذا من هاليوم بسم الله الرحمن الرحيم روح إلى البيت مولانا، ابدأ ابحث. مو أقول بأنه راجع عقيدتك صح لو خطأ، لا إن شاء الله صح، ولكن الكلام لو سئلت ما هي أدلتكم القطعية على ماذا؟ على هؤلاء الاثني عشر. شوف تستطيع أن تجد أدلة قطعية أو لا تستطيع. هذا أصول الكافي أمامكم. طبعا هذا على مباني منه، هذا على مباني منه أعزائي، على مباني المجلسي. وأما على مباني الشيخ محمد الباقر البهبودي فكل 20 رواية ضعيفة مولانا، ولا رواية واحدة ماذا؟ صحيحة السند. ولهذا تجدون مولانا في الجزء الأول، لأنه هاي احنا الطبعة هذه ما قدرنا نحصلها في السوق، ما موجودة في السوق، محذوفة هذه، ما يجيبوها في السوق، يخافون، ما أدري ممن يخافون. على الأحوال احنا ماخذين نسخة منها، عرفتوا شلون؟ هناك في الجزء الأول صفحة 60 أعزائي من الجزء الأول، خلوا ذهنكم يمي أعزائي، خلوا ذهنكم يمي أعزائي، في الجزء الأول صفحة 60 أعزائي، خلوا ذهنكم يمي. هذا أصول الكافي، هذا الباب، يعني يا باب، الباب الذي هو بعد مولد الإمام الثاني عشر يذكر بابا، وهو يقول باب مولد الصاحب، رقم الباب 125، ثم باب ما جاء في الاثني عشر رقم 100 وماذا 26، ثم بعد 20 رواية يأتي يا باب أعزائي، خلي ذهنكم يمي، ورا باب يأتي الباب 127، باب في أنه إذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده، قلنا الصحيح مو ولده، ماذا؟ ولهذا تجدون هنا مصححة، فإنه هو الذي قيل فيه هذا الرجل بيني وبين الله. التفتوا جيدا مولانا، بعد مولد الصاحب يقول باب في أنه إذا قيل، يعني كل هذا الباب 20 رواية بعد صحيحة لو ضعيفة مولانا؟ ضعيف. فإذا واحد الآن جاء إلي قال على مبانيكم الرجالية عندكم 20 رواية في أهم كتاب حديثي ومعتمد عندكم وبه 20 رواية، وأنتم تقولون 20 رواية، ما هي؟ شنو؟ يخافون الإخوة، ضعيفة. فما الدليل عليهم؟ روح مولانا دور، يلا ابحث مولانا، ابحث، مو بصدد الله يعلم، لا تشكيك في عقائدكم ولا ابدا، وانما اريد ان اذهب بفكركم الى الان احنا صايره عندنا فد موده، ان شاء الله بكره ابينها، الوقت ده يضيق، بكره ابينها، انه بمجرد تحكي فد حكايه هذا خلاف ضروره المذهب وخلاص. وهل يعبرون عنها الان في هالزمان الخطوط الحمر. بابا فكر عقيدة، شنو خطوط حمر؟ أنا أريد أذهب بها إلى ربي يوم القيامة، لابد أتحقق، لو ما أتحقق أنت ألا تطالب الآخرين أن يحققوا في عقائدهم؟ ما تطالبهم؟ ما تطالب الوهابية، السلفية، السنة، المسيح، اليهود، يقولون بابا تحققوا، شوفوا عقائدكم صحيحة لو مو صحيحة. بيني وبين الله، وتنسون أنفسكم، الآية إذا تذكرها الأعزة، أتأمرون الناس بالبر وأنت شنو مولانا؟ فما لكم كيف تحكمون؟ صار بكم انت همتين واحد يقول لك بابا هاي عقائدك من اين جيت بها؟ تقول يعني هل قد علماء اساطين الطائفه، ايش هم يكبر الطاعه حتى انت تخاف بعد فد مره. اساطين مولانا، انا اريد دليل، انا شنو علاقه؟ هو في المقابل عنده اساطين العلماء،
السنة شنو؟ ما عندهم أساطين. بيني وبين الله من حيث العدد والكم والتحقيق اطمئنوا أضعاف أساطين طائفة مدرسة أهل البيت. إذا كان المدار أساطين المدرسة، وهاي الأساطين والأسطوانات كل ما كان موجودة مولانا، مع كل احترامنا وتقديرنا لهم أعزائي، لكنه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شنو حكي أساطين أساطين؟ ولهذا تجدون هذا الرجل أعزائي، يكون في علمكم هذا الرجل الكتاب يقع صحيح الكافي، يقع في 3 مجلدات أعزائي، في 3 مجلدات. هو في آخر الجزء الثالث من كتابه يقول: لا تصح من روايات الكافي إلا 4428 رواية من مجموع 15400 رواية. يعني النسبة ايش قد أعزائي؟ النسبة ربع الصيغ. ومع الأسف الشديد في هذا الباب حتى 4 روايات ولا رواية مصححة، يعني 20 رواية شنو؟ ضعيفة. طبعا مشهور على الألسن أن الكافي 16200 رواية. لا لا، هذه مولانا مو صحيحة، لأنه الآن هذه النسخة الموجودة في الكافي عندنا مار مركز بحوث دار الحديث 15413 رواية، ومؤسسة أنصاريان 15337 رواية. طبعا يكون في علمكم هاي قضية أنه لم يصح منها إلا 4428. ترى هذه هماتنا صاحب الحدائق يقول في لؤلؤة البحرين، يقول لم يصحوا بحسب الاصطلاح الصحيح إلا 5072 رواية. يكون في علمكم. ولكن حيث أنهم يعتقدون كتاب الكافي شنو هو؟ قطعي الصدور. وإلا أعزائي بالإخوة يريدون يراجعون مولانا في لؤلؤة البحرين، هذه لؤلؤة مؤسسة آل البيت، صفحة 394، يقول: والصحيح منها باصطلاح من تأخر 5072 حديثا. لا يتبادر الذين. والحسن 144 حديثا. والموثق التفت 1118 حديثا. والضعيف 9085 حديثا. هو يقر نصف الكافي. شنو هو؟ منو هذا؟ من؟ الأخباري شيخ يوسف البحراني.